استاذ الحوت سامعني، انت بتقول مسيح وتفتخر. معاك ليه الفخر ابن رب المجد. اكيد طبعا. ليك الفخر انك بتعبد انسان يا فندم؟ مين قال لك ان هو انسان؟ هو قال انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، انجيل يوحنا 48. تمام. يعني انت بتنكر ان هو انسان؟ ومين قال لك ان هو مش انسان؟ نعم. ومين قال لك ان هو مش انسان؟ ما انا بقول لك ان هو انسان، بتقول لي هل فين المسيح الدليل؟ مولود ام غير ما انت مولود؟ بتقول لي هو فين الدليل، فانا جبت لك الدليل. استاذ محمود، نعم. هل هو مولود ام غير مولود؟ لا هنشوف بس الجزئيه دي، خلينا بس نتفق. هو انسان صح؟ المسيح انسان؟ ناسوت جسد، ماشي. حلو قوي حلو قوي. انت بتعبد الجسد ده ولا لا؟ بقدس الجسد. مش بتعبده؟ قدس الجسد ولا اعبد الجسد. حلو قوي، برافو عليك. هو ده يا عم، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. طيب ايه رايك في اللي بيقول ان اللي ما بيعبدش جسد المسيح كافر؟ اللي ما بيعبدش جسد المسيح كافر؟ نعم. ده ايه هيئته اللي بيقول كده؟ ده جسد المسيح، احنا كمسيحيين بنقدس الجسد ولكن لا نعبد الجسد. يبقى كلامي خطأ. بالظبط. طيب اللي بيقول كده يا فندم اثناسيوس الرسولي في كتاب يا فندم رسالة إلى أدلفس المعترف، النقطة رقم 5 يقول: أين سيجد الكافرون الجسد الذي اتخذه المخلص منفصلا عنه حتى يتجاسروا أن يقولوا أيضا إننا لا نعبد الرب متحدا بالجسد، بل نفصل الجسد ونعبد الكلمة وحده ونعبد الكلمة وحده. فأنت يا فندم وفقا لكلام أثناسيوس أنت بتقول على أثناسيوس كلامه خطأ. يا أستاذ، يا أستاذ اللي بتفتخر من المسيحية،